أنا اسمي منى، عندي 32 سنة. حبيت واحد جدا وارتبطت بيه. أنا كنت شخصية جميلة ومحبوبة، وكل الناس كانت بتحبني وبتشكر فيا وفي أخلاقي. بعد ما اتجوزت أنا رحت زيارة لحماية وحماتي. حماية راجل تعبان ومسن، كنت أول مرة أروح له، أول مرة بعد جوازي إن أنا أخرج وأروح عليه هو الأول. كان هو بالنسبة لابنه كان حياته كلها، كان هما ما كانش فيه غيره أصلا، ما كانش فيه اخوات لي نهائي. وبعد ما رحت، حماية طلب مني طلب غريب قوي. قال لي: يا بنتي انت عندك اكل ايه؟ قلت له: عندي كوارع يا بابا. قال لي: طب ممكن تجيبي لي حته؟ وبما اني انا كانت شقتي في الشارع اللي وراهم، ما كانش في بيني وبينهم مسافه كبيره، فقلت هروح اجيب له. فردت حماتي وقالت: لا، ازاي؟ ده تعبان، مريض قلب وسكر وضغط، وبيروح في غيبوبه، ازاي هيشرب شوربه وهياكل اكل من دون؟ ارجوك يا بنتي ما تجيبولوش حاجه. بقيت انا مش عارفه اعمل ايه، اروح اجيب له ولا ما اجيبلوش؟ قعدت وسكت. لقيته هو رد عليا وقال لي: انتي مستخسره تجيبي لي حاجه من عندك؟ فانا طبيعي زي اي بنت لسه جديده على حياتهم، ما ادلوش الانطباع ده عني، بس انا كنت خايفه عليه. قلت له: انا خايفه عليك، ماما بتقول ان انت تعبان ومش هتقدر تاكل حاجه زي دي. قال لي: لا، مالكيش دعوه، انتي روحي هاتيلي ومالكيش دعوه. وفعلا سمعت كلامه ورحت عشان اجيب له الاكل، وجبت له الاكل فعلا وكل. جوزي وقتها خرج بره مع اصحابه وسهر معاهم وما جاش الا اخر اليوم، وانا هناك حطيت له وحطيت له: اتفضل يا بابا، وحطيت له الاكل وكل فعلا. وبعد ما كل بساعة زمن، فوجئت باللي ما كانش حد يتوقعه. حماية بعديها تعب جدا ودخل في غيبوبة، وجات له غيبوبة السكر، لان الاكل كان تقيل عليه قوي، ومعدته ما قدرتش تستحمله ولا قدر يهضم حاجه من الاكل اللي كله، وبالتالي نقلوه على المستشفى. في اليوم ده كل الدكاتره بقت تسال: ايه اللي حصل؟ هو كل ايه؟ قولولي. فقلنا له: كل شوربه كوارع. فكله بقى: ازاي يعمل كده؟ ازاي انتوا تشجعوه يعمل كده؟ وانا ما كانش ليا اي ذنب. الكل لما الروم علي، اسفه، رمى اللوم عليا وقال ان انت السبب، انت اللي عملتي فيه كده. وجوزي من ساعتها وهو طول الوقت بيقول لي: انت اللي عملتي كده. واللي كمان اكتر من كده ان حالته ساءت وطبعا توفى، وكان كل ده بسبب الشوربة. لكن انا ما كانش ليا اي ذنب فيها، هو اللي صمم ان انا اجيبها له، وهو اللي صمم ان انا اسخن له واحط له. وجيت قلت: يا ريتني ما عملت كده. ومن ساعتها جوزي بيلومني ومش قادر يعيش معايا ولا قادر يتقبلني، وبيقول لي: انتي موتيه، انتي كنت السبب الاساسي ان هو مات. يا ريتني ما اتجوزتك، ويا ريتني ما عرفتك، قولوا لي اعمل ايه؟